الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات، السوريين والسوريات في المهجر، في الوطن، في الشتات، مرحبا. قبل فترة وجيزة، ربما يومين أقل أو أكثر، نشرت بوست على صفحتي وأرفقته بفيديو، يعني أطالب فيه قوات سوريا الديمقراطية قسد بتسليم أسلحتها للدولة السورية، وأنه من غير المعقول أن يكون هنالك يعني قوات عسكرية غير القوات النظامية التابعة للدولة، ولكن أي دولة يعني. وحددت ووضحت الإطار العام الذي ينبغي أن يكون هنالك تجري فيه عملية تسليم السلاح مع وجود دولة ديمقراطية، دولة حقيقية، دولة وطنية، دولة منتخبة، دولة شرعية. وريثما يتحقق ذلك من العسف ومن الجهل ومن التهور. تسليم الأسلحة هكذا فورا لكي يقتنع بعض الناس أنه والله قوات سوريا ديمقراطية، هي ديمقراطية ووطنية أم ليست وطنية وديمقراطية. ما هو موجود حاليا يعني أو يزعم بأن هنالك دولة، يعني شبه دولة، ليست دولة يعني. شبه دولة لماذا؟ لأنه لا يوجد دولة بدون جيش، ما في جيش. لا يوجد دولة بدون برلمان منتخب شرعي، ما في برلمان. لا يوجد دولة بدون حكومة رسمية منتخبة ورئيس منتخب وسلطات. والآن يصار إلى تسيير الأعمال سعيا نحو تحقيق الدولة، وهذه العملية أيضا هي يلزمها وقت يعني. فأنا مع تسليم هذه الأسلحة، وذكرت أنه في حال رفضت قسد تسليم أسلحتها، وقتها تكون خارج شرعية الدولة وخارج مؤسسات الدولة وخارج قانون ودستور الدولة، وسأكون مع الدولة ضد قسد. هذا الكلام يعني لمس في بعض السوريين، وتحديدا وأنا واضح ومباشر، يعني أنا عندما أخاطب بشكل واضح ومباشر وواثق من موقفي ومن رأيي يعني. السيد مهند القاطع، مثل ما أنتم شفتوا، حاول أنه يرد علي نقطة نقطة، وأنا سأرد عليه، لكن سأحاول قدر المستطاع يعني توخي الصبر، لأنه أحيانا البعض يعني في تعاملهم وفي غيهم وسعيهم نحو التأكيد على أحقادهم، يعني حتى يتجاوزون البعث. يعني البعث في تعامله مع الكرد، أحيانا البعض وبإمكاني يعني بأريحية وبضمير مرتاح أن أصنف القاطع من ضمن هذا الرهط، يعني أنه تجاوز يعني حتى البعث في تعامله مع الكرد بذريعة قسد يعني حجة قسد وهالقصص هي كلياتها. سأحاول في هذا الفيديو التعليق والرد عليه نقطة نقطة، وأقرأ نص المنشور راجيا منكم سعة الصدر وطول البال. طبعا أنا عندما أحاول ذلك أنا متأكد تماما أنه يعني هدفي ليس لكي أغير قناعة مهند القاطع، لن يتغير يعني. يعني حتى لو تأكد له
بطلان مزاعمه ولم يتغير خلاص يعني. اتخذ قراره وانتهى يعني الموضوع. كردي كردي يعني قسد ولا المجلس الوطني ولا أيا يكن يعني. آه، يعني حتى غدا إذا قبلت هذه الحكومة أو سوريا المستقبل يعني وتعاملت باحترام مع الكرد ومع قسد يعني. أمثال مهند القاطع في تقديري يعني إما على مضض سيقبلون بذلك ويذعنون ويحترمون الواقع الكردي والحالة الكردية، لأن الدولة الحالية الناشئة التي يتنطعون للدفاع عنها حاليا قبلت بذلك، فيكون موقفهم تحصيل حاصل. فهذه التعليقات والردود ليس الهدف منها أنه تصويب وجهة نظر مهند القاطع، إنما يعني أحيانا بعض الأمور تستفز في المرء بعض المناطق لتعزيز الأفكار وتأكيد وتكرار الأفكار التي طرحتها سابقا. عموما طبعا هو اتخذ عنوان ليس من طبائع الأمور، لأنه أحيانا يعني أنا يعني تتكرر هذه العبارة على لساني في المقابلات أو الفيديوهات أو المناشير، مش مشكلة. ليس من طبائع الأمور، ليس من طبائع الأمور يا سادة أن يزعم أحدا بأن الميليشيات التي تأسست لمهام وظيفية مثل ميليشيات قسد التابعة لمنظومة أجنبية وإرهابية هي بكك، والتي سلمها نظام الأسد المنطقة أن تحمل مشروعا وطنيا هو سوريا الديمقراطية، وأن تسليم هذه المناطق التي تحتلها إلى الدولة السورية والحكومة السورية المؤقتة هو خيانة لهذا المشروع. يعني بين ظفرين، مشروع أوجلان ومشروع وطني سوري يا رجل، يعني بيخفف دم الأستاذ مهند، مش مشكل يعني. هذا زعم وقح أقل ما يقال عنه. أهلا وسهلا، نشوف هلا مين اللي بيزعم ومستوى الوقاحة ومنسوب الوقاحة في يعني حجج وبراهين من منا. طبعا السيد مهند في كثير يعني من حيثيات حراكه على السوشيال ميديا، وحتى يعني يمارس مهنتين: أولا التدليس، ثانيا التهليس. التدليس معروفة يعني اصطلاحا ولغة، والتهليس جاي من التعبير المصري الهلس، يعني إطلاق الكلام على عواهنه وكيفما اتفق، وغالبا ما يكون هذا الكلام يعني ذو صبغة شعبوية تحاكي الغرائز. شو بيقول؟ لنعد إلى النص: ليس من طبائع الأمور يا سادة أن يزعم أحدا بأن الميليشيات التي تأسست لمهام وظيفية مثل ميليشيات قسد. كل الميليشيات التي تأسست في سوريا وفي العراق وفي لبنان تأسست لمهام وظيفية وكانت خاضعة لدعم أجنبي، وقسد ليست استثناء. إنما أن تستثني كل هذا المحيط الشرق أوسطي السوري واللبناني والعراقي، هذا فيه تدليس وقح، وفيه استقصاد وعمد في إطفاء الشرعية على كل الميليشيات، فقط باستثناء قسد وسلب الشرعية على أنها ميليشيا وظيفية. ما في ميليشيا بدون وظيفة أصلا، يعني هذا الكلام ينطوي على ضده، يعني أنه كل ميليشيا بطبيعة الحال
لها يعني طابع وظيفي معين ذو صبغة عسكرية وسياسية وعقائدية. كل هذه التفاصيل لا استثناء فيها. تقصد قصد، قبل أن تصل إلى قسد ينبغي أن تمر على هيئة تحرير الشام، ينبغي أن تمر على الجيش الوطني وفصائله، ينبغي أن تمر على كل هذه التنويعات الموجودة على الأرض السورية وخارج الأرض السورية، وبعدين تجي تحكي عن الجانب الوظيفي والدعم الأجنبي. وقسد يعني يقول التابعة لمنظمة أجنبية وإرهابية هي بيكيك. أيضا في هذا الأمر فيه قصدية وتعمد، مغرض واضح. يعني هيئة تحرير الشام وقيادتها الحالية كانت من كانت، يعني والقنوات التي مرت فيها والسياقات التي مرت فيها عقائديا وميليشياويا وإرهابيا. وحتى الآن يعني أنا أتمنى أن تثبت هيئة تحرير الشام وجبهة النصرة سابقا بأنها بالفعل تخلت عن ذلك الماضي الإرهابي، وجرى محاسبة يعني ما فعلته هيئة تحرير الشام قبل سقوط النظام السوري في إدلب كان واضحا وجليا ومعروفا، ومثار سخط وتنديد من أهل إدلب، من انتهاكات الصدامات التي حدثت ما بين جبهة تحرير الشام، ميليشيا جبهة تحرير الشام، والفصائل الجيش الوطني. هذه الميليشيات التي تعتد بها وتتفاخر بها، عد إلى ماضيها القريب جدا، يعني القريب مش البعيد. يعني ذاكرة السوريين مش ذاكرة ذباب ولا ذاكرة سمك حتى ينسى سلوكيات، يعني تلك الذاكرة حتى تنسى سلوكيات هذه الميليشيات التي تستثنيها وتركز على قضية قسد. شخصيا لا أنت ولا كل الرهط الذي يمالئوك ويشابهوك في المسعى في السلوك بإمكانهم أن يزايدوا عليه فيما يتعلق بانتقاد قسد، فيما يتعلق بانتقاد أوجلان، فيما يتعلق بانتقاد البيكيكي منذ 13 سنة. أنت ما فيك تزايد علي في هذا الخصوص، لا وطنيا ولا ثقافيا ولا صحفيا ولا مهنيا في هذا الخصوص. آتني بالبحوث والدراسات والمقالات والفيديوهات التي انتقدت فيها سلوك هذه الميليشيات التي الآن تعتد بها وتستثنيها. أنت كسوري، كباحث، ككاتب، كصحفي، صنف نفسك ما شئت. آتني بحراكك النقدي البحثي الذي تناول هذه التفاصيل بالنقد والتشخيص والتحليل يعني والنقد مكرر مرة أخرى. يعني لو كنت في مقام نقدي حيال هذه التفاصيل والميليشيات والتنويعات، نفس المقام الذي كنته وما زلته ضد البيكيكي وقسد، تعال وزايد علي. ما بيطلع لك يعني تزايد علي، لا أنت ولا غير. شو كمان بيقول أنه هذه القسد تابعة لمنظمة أجنبية إرهابية بيكيكي وسلمها النظام الأسد المنطقة. نعم، أن تحمل مشروعا وطنيا وهو سوريا. شوف، الحركات السياسية والميليشيات ممكن قابلة أن تتبدل، وأنا نقدي لقسد ليس لقسد كقسد، أنا نقدي لقسد بسبب هيمنة حزب العمال الكردستاني على قسد. يعني جبهة النصرة أيضا وأبو محمد الجولاني أيضا خير مثال. أنا ما بدي يروح لبعيد، أنا بدي يجيب عينة من النماذج اللي أنت يعني تتوارى خلفها. يعني وكيف صارت عمليات التحول في هذه الجماعات والمنظمات لتكون الآن في سدة السلطة. والله أعلم يعني هل ستبقى
أم ستتغير نحو الأحسن والأفضل، أم ستبقى مكانها وتنزلق وتنزع الأقنعة وعن الوجوه يعني هالتفاصيل لسه يعني ما صار ال ال يعني الإقرار التام والإجماع التام أنه خلص هيئة تحرير الشام ما راح تتحول إلى هيئة تحريم الشام، ما راح تتحول إلى وتعود إلى النشأة والبداية، وأنه تمسكنت حتى تمكنت. يعني ما زال مبكرا، أنه لا، بالفعل هنالك توجه حقيقي، توجه وطني، توجه صائب ديمقراطي نحو سوريا حديثة، بعيدا عن العقائد الفاشلة والإرهابية لتنظيم القاعدة والذهنية التكفيرية والذهنية التحريمية. يعني سوريا لا يمكن أن يحكمها منظمة تتبنى أفكار تكفيرية أو تحريمية أو ذهنية تكفير أو ذهنية تحريم. فالموضوع لا يقتصر على قسد، إنما يشمل الكل. والباحث الموضوعي المتوازن المهني لا يكتفي بتفصيلة معينة ويركز جل جهده لاستهداف وشيطنة وأبلسة هذا التفصيل ويتغاضى عن الأمور الثانية. الموضوع بده مجهود خلال هال 13 سنة. إذا بدك تزايد على هوشنج أو على غير هوشنج، أبرز كسف الحساب النقدي البحثي العلمي المهني فيما يتعلق بتناول هذه الحالة. أنا بعرف باحثين محترمين تناولوا الإسلام السياسي والمنظمات الإسلامية السياسية الفاعلة والنشطة في سوريا بدراسات وبحوث محكمة رصينة متوازنة، يعني مشهود لها، وهم يعني من بيئة محافظة. أنا بعرف، في ناس اشتغلوا على هذا الموضوع مدفوعين يعني من بالجانب الوطني والجانب المهني البحثي، وأنت لن تكون منهم بدليل يعني ما أنت عليه الآن. طبعا أنا لا أقول أنه أوجلان يعني وطني، أو المشروع الأوجلاني في سوريا مشروع وطني وكذا كذا يعني. لكن أنت مطالب، أنا انتقدت أوجلان من 13 سنة وانتقدت أردوغان من 13 سنة. أنت مطالب للحديث عن الاحتلال التركي في المناطق تحت سيطرة ونفوذ الجيش التركي المحتل لبلدك ولناسك ولشعبك ولأهلك ولجزء أصيل من بلدك. لكي يكون هنالك توازن وأخلاقية يعني مناقبية وأخلاقية فيما يتعلق بالجانب البحثي الوطني الرصين، أن يكون هنالك موضوعية وتوازن في التناول في البحث العلمي وفي المسألة الوطنية. ما في خيار وفقوس يا حضرة الباحث. طبعا شو بيقول؟ وأن تسليم المناطق التي تحتلها إلى الدولة السورية والحكومة المؤقتة هو خيانة لمشروعها. طبعا أولا لتصحيح المعلومة، يعني قسد تأسست، وأنا ذكرت عشرات المرات، يعني بعد هجوم داعش كان هنالك أرضية، يعني وحدات حماية الشعب وكذا، وحضور حزب العمال الكردستاني والتفاهمات المبرمة مع النظام السوري. نعم هذا كان موجود، لكن كقسد قوات سوريا الديمقراطية هو مشروع أمريكي، وهذا ليس عيبا. مثل ما الآن كل الفصائل بما فيهم يعني هيئة تحرير الشام أيضا، يعني بمستويات مختلفة، مشروع تركي.
هي مشروع تركي، يعني أنت بدك تقنعني أبو عمشة بوطنية وعبقرية أبو عمشة والفصائل تبعية الحمزات والسلطان شاه وما بعرف شو القصص هي كلياتها. بدك تقنعني بأنه هذا الجيش الفصائلي اسمه جيش وطني وسلوكه وطني؟ سلوكه سلوك محتل في عفرين. الانتهاكات اللي صارت كمان منظمات دولية تحدثت عن هذه المسألة وأنت سكتت عنها. وربما يعني لذر الرماد في الأعين مرة هيك، يعني نتيجة الضغوط وأنه الموضوع ما عاد ينبلع، يمكن مرة مرتين تحكي بهذا الخصوص. لكن هؤلاء القادة اللي بتعتبرون آه، جيش وطني ينبغي أن يحالوا إلى محاكم جرائم حرب مثل قادة النظام السوري ويحاكموا كمجرمي حرب إذا في نزاهة. وطبعا الموضوع ينسحب على قسد كمان. أنا لا أستثني أحدا، أنا ما عندي استثناءات في هذا الخصوص، بالوثائق بالأدلة. كل من يعني تلطخت أيديه بدماء السوريين ينبغي أن يحاسب. طبعا ما في دولة، أنا أعني ما أقول وأؤكد، قسد اسمه قوات سوريا الديمقراطية. أنا ما أعني بالوثائق، أنا ما أعني بالبيانات. وهم ذكروا في آخر مقابلة مع قناة العربية، كرر مظلوم عبدي أنه بدهم يصيروا جزء من، يعني تفصيل أنه ككيان كأفراد، هاي موضوع بينهم وبين الحكومة المؤقتة يصفوا هاي الأمور. أنا شخصيا قلت وجهة نظري، أنا لست مع تسليم السلاح إلا لدولة حقيقية شرعية. أنا ما لي علاقة، هي وجهة نظري يعني. مو يسلموا، يعني آخر من يسلم سلاحه للدولة السورية ينبغي أن تكون قسد. وذكرت ولا أريد أن أكرر في هذا الخصوص أكثر يعني، وكلامي كان واضح. وأنا هنا لا أرجح مشروع أوجلان مثل ما أنت حاولت تفسر الموضوع وتدلس، وبوقاحة وبوقاحة يعني. هذا زعم وقح، أقل ما يقال به هذه العبارة التي ذكرتها في حقي مردودة عليك جملة وتفصيلا حرف حرف. يستمر السيد مهند: ليس من طبائع الأمور طبعا تشبيه سيطرة ميليشيات وظيفية إجرامية على موارد الدولة مثل النفط كما تفعل قسد وتصرفها فيه داخليا وخارجيا، بأنه مثل أي دولة نفطية من حقها بيع نفطها وتصديره. هل هذه الميليشيا دولة؟ هل هذا تشبيه أيضا وقح أقل ما يقال فيه. بماذا أرد عليك؟ لو كانت الآن داعش تسيطر على الرقة ودير الزور والحسكة، ماذا كانت ستفعل بالنفط؟ وفي فترة سيطرتها على تلك المناطق كيف كان النفط يصل من مناطق داعش إلى النظام السوري وإلى باقي المناطق السورية؟ يعني كيف كان؟ يعني أيضا بنفس طريقة قسد. النظام السوري أيضا وهو دولة رسمية ومعترف فيها وعضو مؤسس للجامعة العربية والدولة السورية ممثلة في النظام السابق، ماذا كانت تفعل؟ أيضا لم يكن المجتمع السوري مستفيدا من ميناء البترول. هيئة تحرير الشام، لو كانت آبار النفط والبترول موجودة في إدلب، وإدلب تحت سيطرة هيئة تحرير الشام، كيف كانت ستتعامل مع هذا النفط؟ ستبيعه. لأنه الهيئة كانت تعتبر نفسها دولة، هيئة تحرير الشام تتعامل مع المجتمع كدولة وحكومة. وفيما بعد عندما بدأت بترتيب الحكومة المؤقتة، معروف يعني أغلب العناصر والوزارات، ومش بس هيك، سيد محمد الشرع أو أحمد الشرع
اعتد بتجربته في الحكم والإدارة في إدلب على أساس أنه ستكون أرضية ومنصة وخبرة لإدارة الحكم في سوريا. الموضوع لا يقتصر على قسد. أنت هذا التفصيل الذي اسمه قسد يعني جزء من لوحة اسمها سوريا وسلطات الأمر الواقع وكيف تعاملت مع الأمر الواقع، مع مقدرات المناطق التي تسيطر عليها. من حق هذه كأي دولة، من حقها، وأنا أعني ما أقول. وال وال والآن النظام العراقي دولة، والميليشيات الموجودة في العراق ميليشيات دولة وتحكم مثل الميليشيات اللي بتحكم الآن دمشق، وربما أكثر شرعية لأنه في برلمان وفي رئيس وفي انتخابات وفي مؤسسات. العراق ما زالت الميليشيات تتحكم بنفط البصرة. أنا لا أقول أنه هي تجربة جميلة وتجربة ينبغي الاقتداء بها، لكن هذا موجود داخل الدولة، والدولة عاجزة أمام هذه الميليشيات، وهذه الميليشيات في تحكمها أقوى من الدولة. الآن الحشد تقريبا الطائفي الميليشياوي أقوى من الجيش العراقي، وأتمنى وآمل أن لا ينزلق أحمد الشرع لتشكيل جيش موازي مثل النصائح الإيرانية التي كانت توجه لحكم الإخوان في مصر أنه ساووا باسيج، ساووا حرس ثوري، تكون يعني سلطة الحرس الثوري أعلى وأكبر من سلطة الجيش الإيراني ومن سلطة الجيش المصري. والجيش المصري أفشل المخطط الإخواني والمخطط الإيراني داخل مصر. لكي لا تتحول مصر إلى إيران ثانية ولا تتحول سوريا إلى مصر ثانية، الناس عينها على قسد، عينها على القوى الليبرالية والديمقراطية، عينها على ملف الأقليات وحقوق الأقليات قومية ودينية وإثنية وطائفية كضمانة أساسية واستراتيجية ووجودية لعدم انزلاق سوريا نحو طالبان أو نحو نسخة أخرى من ثيوقراطية مستبدة طائفية تحكم سوريا. إذا ليس من طبائع الأمور. أنا ذكرت أنه تشبيه القسد بالدولة هذا تشبيه أيضا وقح، أقل ما يقال فيه. أيضا بقرينة معطيات الواقع الإقليمي والواقع السوري يتبين لنا من هو الوقح في مقارباته. النقطة الثالثة: ليس من طبائع الأمور أيضا أن نضع العلاقة التي تربط ميليشيات وظيفية تابعة لمنظومة إرهابية أجنبية في سوريا. طبعا كل هذه الميليشيات الموجودة الآن هي ميليشيات وظيفية، هي تابعة لجهات أجنبية، منها ما هو تابع لتركيا وهيئة تحرير الشام، شوية علاقات مع تركيا ليست بمستوى أبو عمشة والحمزات والعفشات والشطحات والبطحات، ليس بهذا المستوى، لكن هنالك موجود علاقات وشيء من الموالاة. وذكر المحسوب على هيئة تحرير الشام من دمشق أنه سيستنجدون بتركيا في حال وصلت المفاوضات إلى أفق مسدود. شو كمان بيقول؟ ليس من طباع الأمور أيضا أن ندع العلاقات التي تربط ميليشيات وظيفية تابعة لمنظومة إرهابية أجنبية في سوريا مع دول أخرى بمقام العلاقات الدولية. فالعلاقات والمصالح الدولية بين الدول وليس بين الدولة وميليشيا قام النظام بتأهيلها وتسليمها المنطقة
ودعمها حتى شهر تشرين الأول 2015. جيد أنك تحدد الدعم حتى 2015. هذا أيضا قصر النظر وجهل وتضليل. الشيء الوحيد الصحيح هو تحديد الفترة الزمنية في علاقة الدعم النظام السوري لقسد. أنت الذي حددت، مش أنا. وأنا أقول لا، النظام استمر لفترة أبعد شوي، يعني في من 2015، لكن انقطعت هذه العلاقات ولم يصلوا إلى نقطة. الكارثة والخطورة، وهذا موقف يسجل إلى قسد وانت ما بتعرفه أو بتعرفه. قسد مش مثل ما بيقول اللبواني ما بعرف شو يعني. قسد لم يكن لها ذلك عندما أتت الفصائل وهيئة تحرير الشام إلى حلب، ما صار هذا الاشتباك، والأمر كله كان مرتب. حتى يعني وحتى الآن ما في تصادم ما بين الهيئة وقسد. التصادم مرتزقة تركيا فقط، بأمر من تركيا فقط، وبالضد من الرغبة الدولية. تركيا تدفع بهؤلاء المرتزقة للتصادم مع قسد. هيئة تحرير الشام لم تعترض، لكنها لم تبارك، لم توافق حتى هذه اللحظة، ليكن معلوما. يعني العلاقات ما بين الدول والمنظمات والميليشيات هذا كلام ما بيحكي واحد باحث. العلاقات بين منظمة التحرير الفلسطينية بشكل عام وحركة فتح الفلسطينية على وجه الخصوص، العلاقات ما بين حركة حماس والدول، هي خير دليل يفند هالموضوع يعني. والعلاقات ما بين قسد كقسد وروسيا والأمريكيين والأوروبيين أيضا هي علاقات ما بين منظمات ودول، وهنالك احترام، وهنالك حتى المسؤولين الأمريكيين يتعاملون مع قسد على أنهم حلفاء. مؤقت، حليف تكتيكي، حليف استراتيجي، هذا موضوع آخر يعود لاجتهاداتك أنت. لكن على أرض الواقع حتى الآن يعني أمريكا تحمي قسد وتحمي المنطقة من تركيا. يعني حتى الآن أنا أقصد منطقة شرق الفرات. بكرة بعد بكرة شو بيصير هذا موضوع آخر. حاليا على الوضع الراهن، معطيات الوضع الراهن تفند المسألة أنه والله الموضوع علاقات بين دول ودول. نعم هذا صحيح، لكن هنالك علاقات ما بين منظمات ودول ترقى إلى علاقات بين دول ودول. وأحيانا هذه المنظمات بتصير يعني تصل إلى إدارة الحكم في دولة ما. هي في فترة من الفترات منظمة أو ميليشيا أو حزب، لكن تصل إلى السلطة. يعني مثل الإخوان لما وعلاقتهم مع تركيا واستولوا أو استلموا السلطة بالانتخابات وسقوط نظام ما حسني مبارك، أو الإخوان في تونس وعلاقاتهم مع تركيا وإيران واستلام السلطة في تونس، وبعدين راحوا يعني سقطت التجربة الإخوانية في مصر وفي تونس، وستسقط في سوريا كمان. هذه التجربة ستسقط في سوريا. يعني أعتقد أنه هذا الكلام كمان لا يعتد به يعني، وهو تضليل وجهل ومحاولة تجهيل وإرسال يعني معلومات مش صحيحة. يعني لأنه الواقع السوري والشرق أوسطي زاخر بالعلاقات ما بين الدول والمنظمات والميليشيات بمستوى العلاقات مع دولة ودولة ومقتضيات
المصالح تملي على الدول أحيانا التعامل مع منظمات وميليشيات وأحزاب تعاملها مع دول. هذا كمان يعني باعتقد صار واضح. يعني أمثلة كثيرة، يعني حركة طالبان اللي يعني كانت مستلمة للسلطة وثم سقطت من السلطة وثم عادت للسلطة. يعني هذه الحركة الزكزاكية في أفغانستان كانت مصحوبة بعلاقات بين دول وحركة طالبان، وحتى منظمة القاعدة في فترة من الفترات والمجاهدين الأفغان كانوا يحظون بدعم غربي ضد آه، الحكم السوفيتي السابق في أفغانستان، وبعدين انقلبت الحال. فإذا الواقع الجيوسياسي المتحرك يملي أحيانا على الدول التعامل مع المنظمات ومع الميليشيات ومع الأحزاب تعاملها مع الدول. أعتقد الموضوع صار واضح وتبين مين عنده قصر نظر ومين الجاهل ومين اللي بيضلل. ليس من طبائع الأمور، يقول مهند القاطع، أيضا التغاضي عن الظروف التي تشكلت فيها ميليشيات يبقى بدعم من الأسد وتشكيل قسد بتوظيف أمريكي تكتيكي، طبعا فكرة مكررة، والزعم أنها تمثل مكونات المنطقة والتغاضي عن جرائمها في المنطقة التي ترقى إلى الجرائم حرب وفق التقارير الدولية. فهذه تعكس انعدام المهنية الإعلامية والأخلاقية في معالجة الحقائق. هذا الكلام توجهه لواحد تاني، ما توجهه لي. هذا الكلام توجهه لواحد تاني من إعلامي قسد، من القسدين، ما توجهه لي، لأنه هذا عاري عن الصحة السلوكي، يفقأ الأعين فيما يتعلق. يعني أنا لم أتغاضى عن جرائم قسد وانتقدتها وأنتقدها وسأبقى أنتقدها، بس أنت شو بالنسبة لجرائم هيئة تحرير الشام؟ شو بالنسبة لجرائم الجيش الوطني؟ أنت شو سويت؟ شو موقفك؟ شو قدمت؟ شو هي نسبة انتقاداتك لما جرى طيلة كل هذه السنوات؟ أنا رصيدي موجود وموثق بالصوت والصورة والكلمة في المنابر العامة وعلى قنواتي وعلى حساباتي على السوشيال ميديا. أنا في 2018 في الدوحة في ملتقى نظمه المركز العربي للسياسات ذكرت أنه لا مناص، أنا على الصعيد الشخصي أختلف مع قسد ومع حزب الاتحاد الديمقراطي، لكن اللي بيشتغل في السياسة، وهذا موثق بالفيديو، اللي بيشتغل في السياسة في المعارضة السورية ينبغي أن يتفاوض مع قسد، ينبغي أن يتفاوض مع حزب الاتحاد الديمقراطي. ما أنت عم تتفاوض مع النظام السوري، عم تتفاوض مع الإيراني، مع الروسي. مش معقول يعني تتفاوض مع الكل وما تفتح قنوات حوار مع قسد. يعني على الصعيد الثقافي قسد على ما هي عليه، أنا مستحيل يعني أتواصل معهم طالما بقي حزب العمال الكردستاني يؤثر بقسد 10%. أنا أرفض، وهذا كلامي واضح يعني، ومش مشان أنت تقتنع ولا غيرك يقتنع بوطنيتي. مش أنت قاضي ولا أنا مش، وأنا مش متهم قدامك ومشكوك في وطنيته وفي مهنيته لحتى تجي وتحاكمني يعني. فأنا ذاكر عشرات المرات يعني مسؤولا، واعتقد انك تتابع، يعني انت مش جاهل بتفاصيل حراكي يعني، وتتابعني ومن زمان، وتستشهد برأيي في الكثير فيما يتعلق بنقد قسد وحزب العمال الكردستاني. فليس من طبائع الأمور أن تبقى تدلس وتحور في هذه الحقائق. يعني حقائق تجربتي وتعاملي أنا مش هيك. يعني أنا لم أغض الطرف عن ظروف تشكل
الواي بي جي يبقى بدعم من الأسد وتشكيل قسد وكل هالتفاصيل هاي، وفيما يتعلق بتمثيلها بالمكونات. أنا ما راح أحكي، أنت روح اقنع العشائر العربية الموجودة والممثلة في قسد واللي بتقعد مع قسد وما تقولها عيب. يعني أنت وغيرك يسترخص الإنسان العربي أنه يعني مشان 200 دولار أو مشان 100 دولار بيشتغل مع قسد. هذا كلام معيب. في 1000 ثغرة وثغرة تنتقد قسد فيها، بس لا تسترخص الإنسان العربي الموجود في قسد. يعني هذا كلام معيب ومؤسف ووقح، وأنا أرفضه. أنت روح اقنع العرب بالحجة وبالدليل وبالمنطق وبالرأي السديد وبالموعظة وبالحكمة. روح اقنع، أو جيب لهم تمويل، روح اقنع هؤلاء العرب بأنه قسد لا تمثله. أنت شخص وهم عشائر، أنت واحد أو اثنين أو ثلاثة وهم بالآلاف، ويقولون أنه قسد تمثلنا ويتفاخرون بذلك. أنت روح اقنعهم مشان أصدقك ومشان الناس يصدقوك أنه بالفعل هنالك، أو شكل كيانا قبليا عربيا في المنطقة له وزن، له حجم، له ثقل جماهيري وحتى عسكري وسياسي وإعلامي، يمثل أبناء المنطقة ويناهض قسد وفق المعطيات اللي أنت بتطرحها. تفضل، مين منعك؟ إذا هيك تناول يعني في هذا فيما يتعلق بتجربتي الشخصية على الأقل. يعني أنا لو يعني كنت أعكس لو كنت أعكس انعداما في المهنية الإعلامية والأخلاقية في معالجة الحقائق، أنت ما كنت تجي تتواصل معي، ما ترسل طلبات صداقة، ما تفتح قنوات حوار مع شخص عديم المهنية الإعلامية، عديم الانعدام في الأخلاق وفي معالجة الحقائق. شوف أنا حتى الآن يعني أنا لم أوصفك بهذه التوصيفات الجارحة العارية عن الصحة، لكن أنت بهذا الكلام تدين نفسك. يعني بهذا الكلام تدين نفسك، ويعني سخطك على الكرد وسخطك علي أنا أيضا أتفهمه. يعني أتفهمه شو طبيعته، شو منشأه. وسخطك على قسد كمان أتفهمه شو طبيعته وشو منشأ هذا الكره والبغض. وهذا السلوك لن يدفعني للدفاع عن قسد بشكل أعمى. لا لا، أنا أنتقد قسد على قاعدة ما ذكرته بلسان عربي فصيح، موضوع حزب العمال الكردستاني. لكن في مواجهة الشيطنة والتدليس والأبلسة أنا سأدافع عن كل، مش بس قسد، سأدافع عن أحمد الشرع إذا من يعني أتى من يستهدفه تدليسا وشيطنة من دون سند، من دون برهان. سأدافع عنه، لأنه هذه وظيفتي، أن أكون ضد المضللين، ضد الذين يستجهلون الناس، ضد الذين يمارسون التدليس والفبركة وقلب الحقائق أباطيلا وجعل الأباطيل حقائقا. أنا هي طبيعتي، مهنتي في هذه الحياة أن أكون بالضد من هؤلاء. والذي أنت تفصيل صغير يعني من ضمن هؤلاء مع الأسف الشديد. يعني ليس من طبائع الأمور أن تحتفظ ميليشيا إرهابية تابعة لمنظمة إرهابية أجنبية
بسيطرتها على جزء من الأراضي السورية وشعبها ومواردها، وتستمر بقمعه وقتله، ثم يطلب منها الشخص تحت شعار وطني عدم تسليم السلاح هذه الميليشيات الإرهابية لحكومة جاءت بشرعية ثورية. هل بمعتقدك، بدينك، بالعقال والشماخ اللي أنت تلبسه، بعروبتك، انت من كل عقلك مصدق انه هي يعني مجيء هيئة تحرير الشام والفصائل هيك والجيش ينهار وما يصير هنالك اشتباك والا في بؤر وجيوب معينة وشرعية ثورية ومن القصص والكلام اللي بيقولوا القسديين كمان يعني هذا الكلام الحديث عن الشرعية الثورية بيقولوا القسديين، وكلام القسديين عن الشرعية الثورية أكثر موضوعية وتوازن ومشروعية من كلامك. وهذا ليس دفاع عنهم، ليس دفاع عنهم يعني عندما حرروا الرقة عاصمة دولة الخلافة ودير الزور والحسكة من داعش، دفنوا عشرات الألوف من الشباب والصبايا، عشرات الألوف مشان تتحرر دير الزور والرقة من داعش. أحيانا عندما أرى وأشاهد تعاطي يعني من هذا النموذج يعني مع الكرد وقضيتهم، يا ولي أنت لازم تكون محامي عن الكرد، يا ولي هذول أخوالك جيرانك أهلك أحبابك، لازم تدافع عنهم بقدر ما أنا أدافع عن العرب في فلسطين وفي مصر وفي أي مكان وفي سوريا. أنت كمان لازم تكون محامي دفاع عن الكرد وعن مظلومية الكرد، مو تستهدف فيهم بحجة قسد. الأكراد دفعوا دم عن دفاعا عن القضايا العربية في فلسطين وحتى في سوريا، لا يطالبون بشيء، يطالبون قليل من الإنصاف والعدالة والحس بالأخوة. يا رجل أنت شنو؟ أنا عندما أقول أنه أرفض تسليم الأسلحة لأنه ما في دولة يا حبيبي، ما في دولة، ما في دولة الآن ما في دولة. شو بيقول يعني؟ منظمة يكرر هذه الأسطوانة، منظمة إرهابية ومنظمة إرهابية. بكرة إذا تفاهمت حكومتك اللي هي أيضا منظمة إرهابية مع قسد اللي بتعتبرها منظمة إرهابية، أنت بتطلع بسواد الوش. الحكومة مالتك مثل ما يقولون الأخوة العراقيين لم تنصت ولم تصغي لكلامك، لأحقادك، لتدليسك، لم تصغي، لم ترعي بالا لكل ما تقوله يعني وما قلته سابقا وما ستقوله لاحقا. أنت بتطلع بسواد الوش. فيعني قليل من حفظ ماء الوجه، قليل يعني أنت ابن المنطقة راعي يعني الأحقاد والضغائن فيما يتعلق بقسد والأكراد وصلت إلى اتسعت دائرتها لتشمل العرب الموجودين في قسد. هذا كارثة يعني، كارثة يعني رحل البعث وترك مهند القاطع يعني. يقول أنه هذه المنظمات تستمر بقمع هذا الشعب، ثم يطالب منها شخص تحت شعار وطني عدم تسليم، طبعا هذا الشخص هو أنا، عدم تسليم سلاح هذه الميليشيات الإرهابية لحكومة جاءت بشرعية ثورية وشعبية. يو الحكومة شرعية ثورية شنو؟ يو شنو أنت ما كنت تشوف يعني قبل أشهر أهل إدلب بيعملوا اعتصامات وانتقادات لحكومة الشرع في إدلب، لإمارة الشرع في إدلب. شرعية شنو هاي الشرعية الثورية اللي هيئة تحرير الشام والجيش الوطني يتطاحنوا ويتكاونوا ويتقاتلوا ويسفكوا دماء بعض؟
أنت من كل عقلك تحكي هذا الكلام، أنت مقتنع شرعية ثورية وشعبية. وين الشعبية؟ وين الشعبية يعني؟ وشكلت حكومة مؤقتة وتتعامل مع دول في كل أنحاء العالم كحكومة شرعية. لا، تتعامل معها كحكومة مؤقتة، تتعامل معها كمرحلة انتقالية، مش كحكومة شرعية. ما حدا بيطلب من حكومة شرعية تساوي هيك وهيك. ما حدا يطلب من حكومة شرعية. بيجي الفرنسي اللي أنت الآن تعتد به ويقول للحكومة الموجودة الأقليات والديمقراطية والعدالة. بيجي البريطاني نفس القصة. بيروح وزير الخارجية السوري الله يعطيه ألف عافية مع توني بلير كمان يحاول يقنع الأوروبيين أنه راح نساوي شيء. ال 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 الشيباني يحكي كم كلام حلو بحق الأكراد، وأنه هالبلد راح نبنيه سوا وكذا. أنا استغربت كل هؤلاء الذين يزعمون أنه مع الأكراد ومع حقوق الأكراد لكم ضد قسد. لم يحتفوا بكلام الشيباني على أنه كلام وطني باللغة الكردية يخاطب الكرد، يحاول إقناع الكرد. مو غريب هذا الشيء؟ الذين احتفوا هم الكرد. أما العرب الذين يزعمون أنهم مع الأكراد وأخوتنا وما بعرف شو، لكن لا مركزية في سوريا. أخوتنا لكن لا تفضيل لمنطقة شرق الفرات. أخوتنا وحبايبنا وأخوالنا ومصاهرة، لكن لا حقوق ولا شعب كردي ولا قضية كردية في سوريا. يا بهاي شنو أخوة؟ أنا أسوي الأخوة من الوحل، من الطين، من الورق. شنو هاي الأخوة يعني؟ هاي أخوة وحكومة يتعاملون معها كحكومة شرعية بحجة أنها ليست حكومة دائمة. يا بي مش حجة، هذا دليل قطعي. أنا ما حكومة مؤقتة ترحب بها، لكن لا تسلم رقبتك لها. تشيد بأقوالها وتصريحاتها الإيجابية وتطالب بأن أن تترجم هذه الأقوال وتتحول إلى أفعال. متسلمة رقبتك يابا يعني؟ ما بتزبط هيك امور. انت من وين جايب هلا القصصي؟ بحجه انها ليست حكومه دائمه ولم تجري انتخابات. طبعا لم تجري انتخابات ودستور. وكيف تطالب يا هذا اللي هو انا من حكومه مؤقته ان تجري انتخابات وتجري دستور؟ هذا مهامها، مش هي مطالبه أن تجري انتخابات وأن تضع دستور وأن تفعل كذا وتفعل كذا. كل تفاصيل إعادة ترتيب الدولة هاي من مهامها. فيما بعد تأتي أنا الآن أيضا يعني إذا طالبت من الفصائل الأخرى أنه تسلم أسلحتها، أشوف يعني يقول أبو عمشة وهاي باروتي وهاي رقبتي لجبهة النصرة وحكومة النصرة المؤقتة هيئة تحرير الشام. ما بتزبط يا عزيزي. أنت من وين؟ أنت هذا حكي من فوق الأساطيح. هي حكومة لا شرعية، وطبعا هي لا مش شرعية. وحكومة غير دائمة، طبعا هي حكومة غير دائمة. وتجري انتخابات ودستور. كيف تطالب يا هذا من حكومة مؤقتة أن تجري انتخابات وتنجز دستورا قد يتطلب سنوات من الحوار الوطني؟ إيه، وأنا شو مشكلتي يعني؟ ليش هذا السلاح الموجود بإيد قسد وتحارب فيه دمشق سيعطل عملية صياغة الدستور لا، سيعطل سير العملية الدستورية وإعادة بناء الدولة؟ لا، ما راح يعطل يعني. هو مش سلاح في وجه الدولة. ما لا يدافعون عن أنفسهم من هجمات أبو عمشة أصحابك، أبو عمشة وبواقين الدجاج بعفرين. يدافعون عن نفسهم ويدافعون عنك وعن أهلك وربعك. ولا تزال 3 محافظات شرقية يعني قصة ال 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 ال
المعضلة الأساسية في سوريا هي مش الدستور، هي مش البرلمان، هي مش تشكيل جيش وطني حقيقي، مؤسسات وطنية حقيقية. خروج هذه المناطق من الثلاث محافظات تحت سيطرة الدولة، هي تحت سيطرة الدولة. والدولة لها يعني ما حدا أعلن استقلال، ما حدا أعلن انفصال، الكل في قسد من مظلوم عبده إلى مدري مين. الكل يقول نحن مع وحدة سوريا وجزء لا يتجزأ من سوريا. أنت بالزور بدك تساويهم انفصاليين يا ولد. بس 3 محافظات شرقية تحت سيطرة عصابة وظيفية مسلحة. شوفوا التكرار، شوفوا التكرار. يعني هذا التكرار ما ينفع، ما ينفع. هذا التكرار لا ينفع في التضليل وفي التدليس طالما هنالك واحد اسمه شنغوسي. لن ينفع هيك. هذا التكرار المعلوم، هذا الباطل الذي تلوكه وتشتره وتعيده وتصدره، هذا لن ينفع طالما في واحد اسمه الشنغوسي. سيطرة عصابة وظيفية مسلحة صنعها نظام الأسد وتمارس القمع والتهديد بحق السكان يوميا. فكيف سيشارك أبناء هذه المحافظات بالعملية الوطنية؟ سيشاركون. أنت بس هدي لي حالك شوي. سيشاركون إذا كانوا محرومين من رفع العلم الوطني أصلا. مش صحيح، هذا كذب. العلم الوطني رفع، رفع. وفي لقاءات وعلى المؤسسات الرسمية التابعة للدولة أيضا العلم الوطني رفع. كافي تضليل، كافي. ليس من طباع الأمور، يقول الأستاذ الفاضل الوطني الباحث، ليس من طباع الأمور يا محترم أن يتباهى أحدهم بأن هنالك دول تستثمر ميليشيات غير وطنية على الأراضي السورية والاستقواء بذلك وجعلها على كف المساواة مع الدولة. لا تقل لي دولة. أنت إمتى ما كان هنالك شيء؟ أنت تكتب في البحوث والدراسات السياسية مفهوم الدولة، مؤسسات الدولة، شرعية الدولة. الآن هنالك حديث عن صياغة دستور جديد، هنالك حديث عن حوار وطني، هنالك حديث عن تشكيل جيش وبرلمان. كل هذه السلطات ما في شيء. هذا شبه دولة، أنقاض دولة، بقايا دولة. ما تحكي لي دولة ودولة وتكرر هذا الكلام. ما في شيء هذا. لو كانت الدولة موجودة وحقيقية وناجزة وكاملة الأركان وكاملة الشرعية، عهدا علي أن أكون جنبك ضد قسد. في شيء كلامي في شيء. عهدا علي أمام الناس أكون جنبك ضد قسد إذا بالفعل كان هنالك دولة وطنية ديمقراطية حقيقية محترمة تحترم العرب والكرد والسوريان والمكونات كلها. دولة التي نطمح إليها وترفضها قسد، سأكون معك ضد قسد وأكثر منك كمان. بس هذا السلوك بطله بطله. هذا التدليس والتضليل وتضخيم الأمور. يعني دولة شبه دولة بتسويها دولة. الأمور عند الفصائل الأخرى انتهاكات فردية صغيرة، وأمور عند قسد جرائم ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية وما بعرف شو. كافي عاد. شو بيقول كمان؟ طبعا أنا أتحدث أنه هي علاقات. العلاقات يعني قسد قاتلت بالنيابة عن المجتمع الدولي ككل ضد الإرهاب الداعشي. وأحيانا أنتم بهذا الأسلوب تخلوا الواحد يندم، يقول يا حيف الدماء الزكية التي أريقت، الدماء الكردية التي أريقت لتحرير الرقة ودير الزور وحسكة، مشان تجي أنت وتستهدف الكرد بهذه الطريقة المشينة. أنت لا تستهدف قسد، أنت تستهدف الكرد. أنا الآن لست قسديا، وهذه الطريقة الوقحة في التعامل معي هذا استهداف لأحد المثقفين الكرد دون وجه حق.
وفي منتهى التضليل. طبعا الناس اللي بتدعم أحمد الشرع ما راح تخليه يغرق، ستحاول الدفاع عن مصالحها التي يمثلها أحمد الشرع. الناس اللي بتدعم أبو عمشة ما راح تخليه يغرق، يعني ستدافع عن مصالحها التي تمثلها، التي يمثلها أبو عمشة، ممولي أبو عمشة، وانت تعرفهم منه. الناس ما راح تخلي هيك بمنتهى البساطة يتخلوا عن قسد. إذا تخلى الأمريكان فلن يتخلى الفرنسيون، إذا تخلى الفرنسيون لن يتخلى الألمان، إذا تخلى الألمان لن يتخلى الإنجليز. دائما إذا تخلى العالم كله عن قسد، كردستان العراق لن تتخلى عن قسد. إذا تخلت كردستان العراق عن قسد، أنا لن أتخلى عن قسد. قسد التي نطمح إليها أن تكون متحررة من حزب العمال الكردستاني، وهذا يعني ليس حلما بعيد المنال، ليس حلما مستحيلا. كلامي واضح لمن يريد أن يفهم. طبعا والأنكى من ذلك يقول هي المراهنة على الدول. أنا لا أراهن على الدول ستفضل علاقتها مع هذه الميليشيات على علاقتها مع الدولة. لا، الناس تنظر. هؤلاء الذين تراهم يأتون إلى قصر الشعب في دمشق لا، لم يضعوا كل بيضهم في سلة أحمد الشرع. أنت واهم. إذا كنت تعتقد ومتيقن من هذا الأمر فأنت واهم. الناس تتابع، والناس تقول، والناس تنصح، يعني تنصح وتضغط دائما في أي مقابلة مع مسؤولين الحكومة الجديدة بالضد من رغباتك. العالم يضع ملف الإرهاب وملف الأقليات والديمقراطية على الطاولة معاهم. هذا الملف اللي أنت تحاول تقفز من فوقه. بس يعني الحمد لله أنه الموجود في دمشق هو أحمد الشرع مش مهند القاطع، يعني لكن كان الموضوع يعني إبادة، يعني نسخة أكثر دموية من صدام. شنو هذا؟ نشيلهم، نذبحهم على الذبح. مؤسف ومشين. إذا لماذا تتجه وفود العالم؟ أنا ذكرت العربي والغربي، حط الغربي على جنب، العربي. أنا أعطيك معلومة. من مصلحة مصر أن لا تقوم دولة دينية في سوريا، وستسعى مصر حتى النهاية لعرقلة قيام دولة دينية في سوريا. ستسعى الإمارات والسعودية اللي أنت فيها حتى النهاية لعرقلة قيام دولة دينية في سوريا. هم طلقوا الدولة، السعوديين طلقوا الدولة الوهابية الدينية في بلدهم، راح يحتضنوها في سوريا. واهم. والدعامة الرئيسية والاستراتيجية لمصر والسعودية في سوريا لا دينية، في سوريا ديمقراطية، هو ملف الأقليات، ملف الديمقراطية، ملف العدالة، ملف المساواة. وتفصيل استراتيجي ومهم في هذا الملف هو قسد. والأيام بيناتنا والأيام دول. أكتفي بذلك، وأعتقد أنه طولت شوي، لكن كان ينبغي علي تسجيل هذه الملاحظات، ليس من باب أن أقنع يعني مهند القاطع أنه أن يتوقف
عن المضي في التدليس والتضليل والشيطنة والأبلسة والفبركة واستهداف الناس على أرضية هشة من الحجج الواهية والمتهافتة. حتى موضوع آخر، ألقاكم على خير.